السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن شيء مهم جدا أو منتج مهم جدا ممكن تشتري منه ب10 جنيه. لكن فعلا لو أنت بتربي أي نوع طيور، مش حمام بس، أي نوع طيور، واديت منه للطيور هيفرق معاك. تمام كده. فهحكي لك قصة النوع دوت معايا أو المنتج ده معايا. كنت من فترة كده لما كنت ابتديت في موضوع اللحم من زمان. فطبعا بقى يطلب مني كميات ومش عارف ايه والكلام من ده كله. فطبعا المكان عندي مش متاح. فابتديت ان انا اوقف واشارك بعض اصدقائي، تمام، سواء في الاقاليم او داخل القاهره، ان احنا نفرخ لاحم. لان اللي عنده مكان انا يا باشا هبعت لك حمام وانت افرخ. تمام، وشراكه انا وانت، وعملت ده بالفعل. تمام كده. كان تقريبا في 3 او 4 شركاتي يعني في الكلام من ده، بس هم مش معروفين. فالمهم يعني الشاهد في الامر، فيهم واحد كان عاجبني قوي اسلوبه. كان الانتاج يطلع، اروح اخد منه الزغاليل او هو يجيبها لي، ابص الاقي الزغاليل جايه ريشها بيلمع بيلمع. فا ايه يا عم الجمال ده يا عم؟ ما شاء الله، انت بتاكل ايه ومش عارف ايه وبتاع. فبقول له انت بتحط حلبه. قال لي مين اللي قال لك؟ طبعا ريحه البراز بتاع الحمام كله حلبه، ريحه الحمام نفسه حلبه. قال لي انا عندي اصلا بنزرع حلبة عندنا. قال لي فانا بحط بزياده، يعني بزود حلبة، ممكن تقريبا 25% على الكلفة حلبة. قلت له ماشي ماشي. طيب الفرخ ده بالذات بقى كان بيجي لي، تمام، هو مدي بيحط حلبة على الكلفة، بيخلطها في الكلفة. كان بيجي لي الريش بتاعه بيلمع وتحسه مزيت، اه والله العظيم. تمام كده. وكان الزغب بتاع الريش على الدماغ كتير، واستحالة الاقي فيهم فرد ريشه مش طالع نظيف. الانابيب كلها مليانه دم وصحته حلوه، تلاقي صدره عريض. وطبعا ما بيجيش ديدان خالص. فهنا اللي عايز اوصله لك ان الحلبه مهمه جدا، لكن انا كاحمد ابو هاجر ما بحبش استخدمها عشان انا عندي مشاكل مع ريحتها، بتتعبني نفسيا فعلا يعني، ان انا عندي الجيوب الانفيه. تمام. لو انت هتطيق ريحه الحلبه، حط حلبه على الكلفه، الحلبه الحصى بتاعتنا، تمام، من عند اي عطار قول له ب 10 جنيه. وحط على كل 5 كيلو كلفه ممكن كبشتين كده بايدك، او عايز تحط ربع كيلو